اقولك على فكرة تحفة وسهلة ونتيجتها هايلة من الملابس القديمة. 4 قطع من القماش هنقصهم على شكل دايرة نفس المقاس، الاربع قطع قطعتين لون مشجر وقطعتين لون سادة، يعني هنوفق الالوان مع بعض. كل قطعة والتانية هنعدي عليها كده او هنخيطها على الاحرف بالظبط. دي اول قطعة. بعد كده انا كنت سايبة 2 سنتي ما خيطتهمش علشان اعدلها منهم بالشكل ده، وهبتدي اعدي عليها بقى وهي معدولة كده على الاحرف بالظبط. القطعتين هنعملهم بنفس الطريقة، الدايرتين دول اهم خلصوا، هنحطهم على بعض بالشكل ده. تقدري بقى تستخدمي الوش اللي انت عايزاه او اللون اللي انت عايزاه، اللي يبقى اكتر هيبقى هو اللون اللي بره بالشكل ده. هطبقهم على بعض بالشكل ده وهعد 4 صوابع وهعدي خط بالخياطة من هنا، من الجزء اللي انا بشاور عليه ده كده خيطتهم. هنفردها بالشكل ده، الجزء ده هخيطه، هنثبتها بالمكنة. بعد كده الجزئين دول هتني 3 صوابع كده. قبل ما هتنيهم هثبت تحتهم الحزام بتاع الشنطة او اليد، هثبتها بالدبابيس الاول وبعد كده هخيطها. الجنب التاني نفس الموضوع برضو، وبعد كده هطبقها على بعض وهقفل الجنبين بالشكل ده. بس انا هقفلهم على القلبة علشان يبقى التقفيل معايا والفينيش حلو قوي. هقفل الجنبين فقط، احنا كده بنقفل على القلبة. الجنب التاني، وبعد كده لما نخلص خياطة الجنبين هنعدلها بالشكل ده، هيطلع معايا الشكل اترسم وباين جدا وتحفة. هنظبط بقى بصوابعنا كده الخياطة كلها، هنفردها هنكويها، وبعد كده هعمل لها على اليد كده على العدلة، هعدي على اليد عشان اعدلها، وعملت لها زرار وعروة خارجية بالقماش. ودي النتيجة، شنطة بجد شكلها تحفة جدا ومظبوطة قوي. جربيها ومستنية رأيك.